في عام 1872 أبحرت السفينة مارلي سليت من أمريكا إلى إيطاليا، وكان على متنها قبطان وزوجته وبنته الصغيرة و7 بحارة، يعني 10 أشخاص موجودين على هذه السفينة. والسفينة كانت بتحمل شحنة كبيرة من الكحول الصناعي، اتحركت من أمريكا ماشية إلى إيطاليا. بعد شهر على إبحار السفينة وجدت السفينة تسير وحدها دون الطاقم، والغريب في الأمر كل الشحنة موجودة في السفينة كاملة، والأمتعة الشخصية حتى الأكل في طاقم السفينة موجودة، لكن لا يوجد أحد في السفينة. في شيء واحد موجود في السفينة، هو غارب النجاة. أجرت بعض التحقيقات ما وجدوا أي أثر طاقم السفينة مشى وين ولا غارب النجاة. بمرور 150 سنة لحد الآن اللغز ده ما قدروا يحلوه. ما عارفين الحصل للسفينة دي شنو، هل هربوا، هل خطفتهم غراصنة، هل حسوا إنه السفينة دي حتغرق هربوا من السفينة. حد الآن ما معروف الحاصل شنو لل10 أشخاص ديل، مشوا وين، ظروفهم شنو، حاصلوا شنو. غارب النجاة ما يتوجد، لكن السفينة اتوجدت لحالتها بوضعها الراهن، كل شيء سليم فيها ما ناقصه ولا مسمار، حتى الأغراض الشخصية طاقم موجودة، الأكل الشراب كله موجود. في رأيك الشخصي السبب شنو اللي خلى الناس دي اللي اختفوا؟ الظروف شنو اللي خلت الناس دي تختفي؟ هل الناس دي حسوا إنه السفينة دي حتغرق قاموا شالوا غارب النجاة وهربوا؟ حسوا إنه السفينة دي حتحرق قاموا شالوا غارب النجاة ومرقوا؟ ولا في غراصنة خطفوه؟ لكن كمان الغراصنة لو خطفون على الأقل بيطالبوا بفدية، بيقولوا عايزين حاجة، بيقولوا عايزين أي شيء، لكن للأسف الشديد لحد الآن ما في أي أثر. ده يعتبر من الألغاز الكبيرة والشائكة في عالم البحار، ولحد الآن ما معروف الحاصل شنو. في النهاية وجدوا السفينة ووجدوا الحمولة اللي فيها، والناس ضاعوا وتاهوا وما عرفوا لهم حاجة. إذا بتهمك القصص دي إن شاء الله القناة دي حتتناول عدد كبير من القصص المشوقة والقصص القريبة والقصص التاريخية. بس تابعنا واعمل شير واعمل لايك لهذه القناة. السلام عليكم.